حبايب قلبي، بما ان الصيف دخل علينا فجأة كده والحر دخل علينا فجأة، فقلنا نريح شوية من الأكل ونعمل حاجة ترطب على قلبنا. فقلنا نعمل ايه؟ نعمل آيس كريم بس بالفواكه الطبيعية الطازة الفريش، وزي ما انتوا شايفين كده، ونحط عليها أي صوص عندنا زي انتوا شايفين كده، المطة الجميلة وطعم الفراولة الطبيعية ومطة المانجا الجميلة وطعم المانجا الطبيعية، نرطب على قلبنا بأقل تكلفة وأقل مصاريف. فيلا بينا نشوف الجمل ده طلع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي، علشان نوصل للآيس كريم الجميل الطبيعي الفريش دوت اللي شفناه في أول الفيديو، لازم يكون عندنا أي فاكهة. عندنا زي ما أنا طلعت كده، أنا اللي كان متوفر عندي حبة الفراولة دول والمانجايتين دول صغيرين كانوا عندي في الفريزر، فطلعتهم عشان نعملهم آيس كريم. فتعالى يلا نشوف عملناهم ازاي. حبايبي، هنجيب الكبة بتاعتنا ونحط فيها بقى الفاكهة أيا كانت ايه. انا هحط طبعا الفراولة. تمام، انا مجهزة مية ساقعة متلجة احتياطي، علشان لو الكبة ما لفتش، وهزودها ممكن حبة مية بسيطة. تمام، واللي ما عندهوش كبة ممكن يستخدم الخلاط عادي، مفيش اي مشكلة. المية ديت مية متلجة عاملاها من تلج يعني. فاحنا دلوقتي هنحط حوالي 3 معالق كريم شانتيه خام بدون سكر، وهنحط حوالي ممكن معلقة سكر بودرة. بس لو الكريم شانتيه مش خام وفيه سكر، يعني نستنى شوية وندوق. انا حطيت كده 3 معالق كريم شانتيه، هحط معلقة سكر بودرة عشان بس الفراولة احنا عارفين تبقى مززة شوية كده. معلقة سكر بودرة، وهبدأ بس يعني احط يعني بق ميه صغير يساعد في ضرب الفراولة، عشان طبعا هي متلجة عاملة تلج عشان ما تعكس مع السكينة بتاعة الكبة. فهحط بق صغير، احط ده فكرة انا كده دقتها لقيتها محتاجة سكر، فزودت معلقة سكر كمان. وهزود بق ميه برضو زي اللي انا زودته في الاول كده صغير اهو كده، يعتبر حطيت تلت الكوباية. وهنشوف وهنضرب تاني. احنا بنضربها لغاية ما هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا هحط معلقة سكر بودرة تاني، بس انا على فكرة مش بملى المعلقة الاخيرها، يعني هي معلقة ممسوحة كده. انا حطيت كده 3 معالق سكر و3 معالق كريم شانتيه، والقوام كده بقى جميل وحلو كريمي وناعم المطلوب يعني. بس انا هضرب كمان يعني حبة كده لغاية ما السكر يدوب. حبايبي بصوا، ده القوام اللي مطلوب، كريمي وناعم، شايفين؟ ولسه لما يتحط في الفريزر بقى هيجمد. شايفين القوام؟ يبقى انا حطيت الفراولة دي يعني مج كده، مج فراولة وثلاث معالق سكر بودرة وثلاث معالق كريم شانتيه، وضربتهم عشان اوصل للقوام ده. فهو ده القوام الكريمي الناعم بتاع الايس كريم، وما يتحط طبعا في الفريزر حوالي 3-4 ساعات. بعد كده بيبان طبعا على الطبيعة. بصوا حبايبي، نفس الطريقة انا قشرت المانجا وقطعتها، هي لسه طبعا متلجة. قطعيها اي تقطيعة مثلا لو كده زي ما ايدك بقى تجيبك. تمام، وبرضو نفس الطريقة هحط عليها، هحط 3 معالق برضو كريم شانتيه، 2 3. تمام، انا هحط بس عليها معلقتين سكر لان المانجا ما شاء الله مسكرة عن الفراولة، فهحط بس معلقتين سكر. تمام، مش مليانين برضو. وهحط برضو حبة مية صغيرة زي ما حطيت كده، وهبدأ اركب واضرب. انا بدأت اضرب هو في الخليط. بصوا حبايبي كده القوام المظبوط، شايفينها طبعا كريمي ازاي؟ شايفين القوام؟
هنفضيها برضو في علبة ونحطها في الفريزر برضو مع الفراولة لمدة 3-4 ساعات. عندك اي فاكهة، مش شرط تلتزمي بالفاكهة اللي انا بعملها او اي حد بيعمل فاكهة، اي فيديو، الفاكهة المتوفرة عندك اعمليها وحطي عليها ودوقي، يعني اضربي كم ضربة ودوقي، محتاجة كريمة، محتاجة سكر بتحطي، ده بيرجع ليكي انتي. تمام. فانا هفضيها في علبة برضو واحطها في الفريزر مع الفراولة. انا فضيتها اهيت المانجا كمان في علبة اهي كريمي خالص، هحطها مع الفراولة، هغطيها واحطها في الفريزر مع الفراولة، ولما تجهز هنشوفها مع بعض في التقديم هتبقى شكلها ايه. حبايب قلبي، وده الشكل النهائي للايس كريم. بس انا بصراحة ما استنيتش عليه لما يجمد قوي، وحبيت ان انا احطه كده في الكاسات علشان اوريهولكوا. بس هو لو جمد اكتر من كده هيبقى متماسك، بس هو والله يعني جميل ويتاكل كده عادي. المطة بتاعته والسقعية بتاعته وطعمه جميل وفريش وطبيعي وجميل جدا. وده كان الشكل النهائي ليه، والف هنا وشفا للي ياكل.